يا مساء الفل والجمال عليكم. يلا بينا بقى نبدأ الحلقات اللي قلناها قبل كده عن الأمثال الشعبية وأصل المثل وإيه القصة اللي ورا المثل ده والجمل برضو اللي بنقولها في حياتنا وإيه هي أصلها والكلام ده كله. بس يا ريت قبل ما نبدأ محتاج دعم منكم كتير جدا. لو فعلا القناة عجباكم واللي أول مرة يشوفنا يا ريت تعمل لنا اشتراك ومشاركات كتير. محتاج دعم كتير قوي 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 يا جماعة علشان القناة تكبر أكتر من كده. يلا بينا ندخل بقى على أول مثل معانا وهو آخرة خدمة الغز علقة. والمقصود بالغز هنا الغزاة اللي كانوا بيدخلوا القرى المصرية زمان وينهبوها وياخدوا خيراتها ويسرقوا الفلاحين ويجبروا الفلاحين كمان على الخدمة بالعافية. وبعد ما ينهبوها وياخدوا كل الخير بتاعها كانوا قبل ما يمشوا يضربوا الفلاحين حتة دين علقة. فمن هنا طلعت جملة آخرة خدمة الغز علقة. المثل التاني معانا او مثلين مرتبطين ببعض، تحت القبة شيخ او احنا دافنينه سوا. كان في زمان اتنين تجار كل راس مالهم في الدنيا حمار كانوا بيبيعوا بضاعتهم عليه. فالحمار ده مات فتجارتهم وقفت وما كانوش عارفين يعملوا ايه وعايزين اي فلوس وخلاص. فجي واحد منهم قال للتاني بقول لك ايه، ما تيجي ندفن الحمار دون ونبني عليه مقام ونقنع الناس ان ده ولي وليه كرامات. وفعلا الناس بقت تصدق وبقت القرابين نازله ترف على صاحب الكرامات ده وفاكرين ان تحت القبه شيخ وهو اصلا حمار. فواحد فيهم بعد فتره حب ينصب على التاني، فصاحبه قال له بقول لك ايه انا هشتكيك لصاحب المقام. قال له صاحب المقام؟ مقام مين يا عم؟ ده احنا دافنينه سوا. المثل بقى اللي بعده تروح فين يا صعلوك ما بين الملوك. الاصل بتاع المثل ده في عصر محمد علي باشا طبعا، لما حصلت المذبحة الشهيرة بتاعة المماليك كان في مملوك ليه كاتب حسابات اسمه زعلوك. زعلوك دون لما الحفلة بتاعة المماليك اتعملت فهو راح مع المملوك بتاعه. وما تفهمش بقى حظه المنيل ايه اللي وداه، كان طمعان في حاجه ولا قالك في اكل كتير ولا ايه. المهم راح وحصلت المذبحه والمماليك طبعا اتقتلوا وهو كمان اتقتل في وسطهم. فلما جم يفرزوا بقى المماليك ويسجلوهم حوالي 470 مملوك تقريبا، فلقوا زعلوك ما بينهم وهم عارفين زعلوك مصري مش مملوك. فقال لك يا نهار طب نعمل ايه. الموضوع صعد لمحمد علي، ومحمد علي طبعا لما عرف ان هو مصري وملوش ذنب في الكلام ده كله فحس بالذنب وقرر ان هو يدي عطايا لاهل زعلوك ويعوضهم عن او عنه يعني. ف مع الوقت بقى الجمله اتحرفت وبقت تروح فين يا صعلوك ما بين الملوك. اللي بيته من الازاز ما يحدفش الناس بالطوب. القصه بتقول ان كان في ملك زمان عايز يبني قصر ليه من الازاز فوق تل، فامر الجنود طبعا هم يبداوا في اعمال البناء، والتل ده كان فيه طوب كتير وزلط فامرهم ان هم يرموا الطوب من فوق التل. فللاسف كان في قريه تحت التل ده اتاذت كتير من الطوب اللي عمال يترمى عليهم، فاشتكوا وما كانش في حد بيسال فيهم والقصر اتبنى وكله تمام. بس في موسم الطيور المهاجرة كانت الطيور علشان تبني الأعشاش بتاعتها كانت بتاخد الطوب الصغير تبني بيه الأعشاش، وهي طايرة الطوب ده كان بيقع منها، فطوبة على التانية على التالتة قعدت تخبط في الإزاز لغاية لما القصر اتكسر كله. فطلعت بقى الجملة بتاعت اللي بيته من الإزاز ما يحدفش الناس بالطوب. كفايه بقى كده النهارده علشان ما اطولش عليكم اكتر من كده، ونكمل تاني في حلقه تانيه. ويا رب تكون الامثال عجبتكم والقصص عجبتكم، ولو فعلا عايزين نكمل في الامثال دي اكتبوا لنا في التعليقات في مثل معين او جمله معينه عايزين نعرف اصلها، اكتبوا لي برده في التعليقات. وبجد يا جماعه ارجوكم محتاج شير كتير محتاج دعم كتير، واشوفكم ان شاء الله بقى فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.